استني كده ركزي معايا. شايفه الفراخ دي؟ هقولك عملتها ازاي، وطلعت طريه وجوسي من جوه وكمان مقرمشه من بره. ده غير ان لحمتها مستويه جدا وبيضه زي ما انت شايفاها قدامك كده. السر كله بتعمليها في حركه واحده وانت بتتبليها. كمان هتطلع معاكي احلى واجمل من بتاعه المطاعم بكتير جدا. بسم الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد، وعلى بركة الله نبدأ الفيديو بتاعنا. دي كده بصلة كبيرة او بصلتين بصل الابيض، بشرتهم كده بشر ناعم في الكبة، وحطيت عليهم قرن فلفل اخضر بارد مش حامي. هنزلهم كده في الطبق اللي هتبل فيه. عندي كمان معلقة كبيرة ملح مبهر ورشة جوز الطيب وربع معلقة كركم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هبدأ كده أقلبهم كلهم مع بعض كويس جدا جدا علشان تدخل كده التوابل في البصل والفلفل علشان يدوني الطعم الجميل للفراخ بتاعتي. هبدأ كده أنزل الفراخ. الوراك دي أنا مسكتها كده من على العظمة، مشيت بالسكينة وخليت العظمة وقطعتها كده، شلتها انفصلتها عن بعضها بس وهي زي ما هي في الورك من غير الجلد مقطعه ولا اقرب ليه خالص علشان يفضل شكل الورك جميل. بدأت كده اتبلها تحت الجلد وفوق الجلد، وهبدأ كده اتبل الفرخة كلها بنفس الطريقة دي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهم حاجة في التتبيلة إنك تضغطي كويس جدا على الفرخة علشان التتبيلة تدخل جواها كلها، وخصوصا كمان الصدر، لأن الصدر بيبقى لحمته من جوه كده ما بيوصلهاش التتبيلة بسهولة. كده أنا خلصت الوركين، فاضل بقى الصدر جيت من عند الجناح كده وشقيته وفردته علشان التتبيلة تدخل جواه كلها بالشكل اللي انت شايفاه كده. بيديكي شكل الفراشة، بيبقى شكلها جميل جدا، والتتبيلة بتدخل جوه الصدر وبيستوي، بيبقى عصاري كده وجميل وجوسي من جوه، ما بيبقاش الصدر الناشف اللي احنا بنشوفه قبل كده. اهم حاجة كمان العظمة ضغطت عليها كده وفردتها. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ده الصدر التاني برضو بنفس الطريقة ونفس التتبيلة. لو في عظمية في الصدر كده بتضغطي عليها. كده انا تبلت الفرخة كلها وغطيتها بالغطاء بتاع الاطباق البلاستيك ده، وهبيتها بقى في التلاجة لحد تاني يوم الصبح. وده اللي بيخلي الفراخ بتاعتك عصرية كده وجميلة وجوسي من جوه وتبقى شاربة كل التتبيلة بتاعتها. تاني يوم كده طلعت الفراخ وجبت نفس برضو البهارات، ملح مبهر وكركم ومعلقة سكر ورشة جوز الطيب. السكر كده بيدي الفراخ اللون الجميل اللي انت شايفاه في اول الفيديو في التحمير بتاعها. ده الفرشة اللي هفرش بيها الصينية بتاعتي، وهي عبارة عن طماطم، فلفل حامي وبارد، وبصل ابيض واحمر مقطعاه كده جوانح. هجيب بقى الصينية اللي هعمل فيها الفرخة، والفرخة دي احنا هنشويها على البوتاجاز مش في الفرن زي ما احنا متعودين مع بعض في القناة. هبدأ كده انزل بالبهارات على الخضار واتبله كويس جدا، لان الفرشة دي برضو بيبقى طعمها اجمل من الفراخ كمان. اهم حاجة كده تتبيلة الخضار بالبهارات اللي احنا نزلناها دلوقتي. ابدأ بقى اجيب الفراخ كده وارصها، وبرضو نفس الحكاية احاول برضو اتبلها كده بالخضار علشان الطعم الجميل بتاعها. لو وصلت معايا لحد هنا اتمنى منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد، وتعليق جميل منك بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولايك وشير. هنا كده بقولك ان انا فتحت الشلت الخليط كده على العظم بتاع الورك بالسكينة وطلعت العظمة وفصلتها عن بعضها
علشان بتفرد الورك وما بياخدش وقت في السوا. طبعا احنا هنسويها على البوتاجاز مش في الفرن خالص. ولو هتدخليها الفرن هتحط لها نص كوبايه ميه وتغطيها بقى بالفويل. دي اللي باقي من التتبيله نزلته عليها كده، وهجيب لها ده قرن فلفل حامي برضو بيديها لسعه جميله كده. بعد كده هنزل عليها بزيت بسيط جدا مش كتير، لان كده كده الفراخ هتنزل دهون. الصينيه كده لو فيها اي حاجه من الجوانب بتاعتها بمسحها بالمناديل. وده كده كان بصل بوزعه على الفراخ من فوق، بيديها طعم جميل وتسكيره كده جميله قوي. دي كده الفراخ جاهزه، سواء هتدخليها الفرن او هتسويها على البوتاجاز زي ما انا هعمل كده. هنا كده هنزل عليها بالزيت، زيت بسيط خالص. وبعد كده نص كوبايه ميه مغليه وهرفعها على البوتاجاز. هتاخد اول 10 دقايق على نار عاليه، بعد كده بتبداي تهدي عليها النار وبتستوي بعد نص ساعه بالظبط. انا كنت مغطياها بغطا كبير من فوق. بعد كده ادخلها تتحمر زي ما انت شايفه كده، اتحمرت تحت الشوايه بتاعه البوتاجاز. وهبدا اقلبها على الناحيه التاني علشان تتحمر بقى التحميره الاخيره. انا كنت مدخلاها كده العظم كان لفوق، بس وانت بتسواها في الاول بتحط العظم كده تحت علشان اللحم ما يتهريش. خلاص كده ادخلها تحت الشوايه تاخد اخر لون لها. وبكده خلصت اهي، اتحمرت خالص. في الوقت ده لو انت عايزه تديها فحمايه بقى كده تكوني ولعتها على البوتاجاز، تحط عليها زيت او سمنه وتبداي تغطيها، هتديكي طعم وريحه الفحم وفراخ الحاتي بالظبط. انا هنا كده غطيتها لمده 10 دقايق علشان تفضل طريه من جوه وما تنشفش مني. هبدا بقى كده اطلعها في الطبق. الفراخ ما شاء الله مستوية وجميلة جدا، كمان ريحتها وريحة التتبيلة بتاعتها خطيرة، أجمل وأحسن من فراخ المطاعم بكتير جدا، وكمان أوفر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاص كده دي الفراخ ممكن تقدمها كده مع رز بشعرية أو عيش وطحينة أو سلطة. أنا هقدمها النهاردة مع محشي، وطبعا احنا عاملين المحشي مع بعض في القناة قبل كده. شوفي ما شاء الله اللحمة من بيضة، من جوه بيضة ومن بره مستوية وجميلة اهي. ما شاء الله لا قوة الا بالله. كمان شاربة كل التتبيلة بتاعتها، كانت بايتة فيها من بالليل للصبح. طعم وريحة مفيش اجمل من كده. شوفي العصارة بتاعتها من جوه طرية ازاي وجوسي وجميلة ازاي، يعني مش ناشفة ولا اي حاجة. ما شاء الله جميلة جدا. هنا بقى هقدمها مع محشي كرومب كده، وفي بعد واحدة ورق العنب، احنا عاملينه مع بعض كتير في القناة قبل كده، فانا مرضتش يعني ايه اعمله كده علشان وقت الفيديو. كمان كان في ممبار كده بيتحمر، احطه معاهم على الصينية في التقديم. ابدأ كده اقدم الفراخ على المحشي باي طريقة انت عايزة تعمليها. تقدميه في طبق لوحده، تقدمها مرة واحدة كده، بيبقى شكلها جميل وشكل الفنادق والمطاعم الكبيرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استغفرك ربي وأتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بك. جبت كده الممبار كان بيتحمر، وبدأت كده أفرده على الصينية اهو مع الفراخ. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
دايما وانا بعمل المحشي بيبقى فيه خلطة فايضة فبحط فيها الممبار. كده قدمت الصينية اهي بالطريقة اللي انت شايفاها. انت بتقدمها بأي طريقة بتفضليها. وبكده خلصت وصفتنا النهاردة. أشوفكم على خير الفيديو الجاي إن شاء الله، واترككم في رعاية الله وأمنه. ما تنسوش اللايك والاشتراك يا حلوين.